فنانين معروفين سواء رجاله او ستات بتحب الطبلة عامة. تعالوا نشوف ازاي بحاجة بسيطة زي الطبلة هنعرف نجمع ناس ملهاش علاقة ببعض او اي خبرة وتعمل حاجة حلوة. احمد بهاء طيب هو مع شارموفرز هيقف في نص الدايره، كل واحد فينا هيبقى معاه طبله وهيوركستريت انه كل واحد فينا يطبل بطريقه معينه ونطلع ميوزك ربع ساعه بالظبط. ليكوا في الطبله قبل ما تعدوا الشارع انتوا معانا. انا متاكده ان حضرتك بتحب الطبله، مش هتمشي. لو سمحت يا استاذ تيجي تطبل معانا؟ مش مشكله. عايز ايه؟ طبله والمزمار. مفيش مصري ما بيحبش الطبله. ما هو طبعا. حد فيكم ليه في الطبله؟ زي الفل. يلا. فانا مثلا لما هرفع رجلي وهعمل كده يبقى عايز اسمع معايا بالظبط بقى. ايه؟ الدرام سيركل. الدرام سيركل هي دايره وبنقعد في دايره وكلنا بنطبل مع بعض. مش لازم الناس اللي تيجي تلعب تبقى ليها عندها اي خلفيه عن مزيكا، وهو في نوعين من الدرام سيركل، في كوميونتي درام سيركل وفاسيليتنج درام سيركل. اوكي. انا اللي بنعملها دي اسمها فاسيليتنج درام سيركل، ببقى واقف في النص وببقى يعني هي مش بيبقى تعليم، هو بتبقى الحق للناس ان هم يلعبوا فبس بطريقه منظمه. طب لو انا حابه اجي اعمل درام سيركل بس مش عارفه الايفنت، احنا عندنا استوديو بتاعنا اسمه بونجوز ستوديو، وفي بيج اسمها بونجوز درام سيركل بنعمل عليها ايفنتس كل فتره، واي حد يجي. اي حد يجي، يعني ممكن تيجي عيله كامله، ممكن يجي تيتا وبنتها وحفيدتها وكل الثلاثه بيطبلوا مع بعض. وممكن نعمل في حتت ثانيه، بندور على اماكن مفتوحه شويه تبقى جناين وحاجات كده. هنطبل 2 3 4 اسرع شكرا. احنا ما كناش متخيلين الناس بجد هتحمس كده. لو انتوا كمان عجبتكم فكره الدرام سيركل ابعتوا لنا انتوا فين واكتر محافظه هتتقال. احمد بهاء وفرقته هيروحوا على هناك، هنقول لكم امتى وفين على البيج بتاعتنا والبيج بتاعت بونجوز. نشوفكم المره الجايه.